بيتقدم، حط نفسه في أزمة واتفتحت مساحة كبيرة في ظهره يستغلها باسم، والعرضية وادي اللمسة وادي الكورة وادي التسديدة حلوة. جول 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 في الدقيقة 32. مؤمن زكريا في أول قمة للمارد الأحمر بيضع هدف الافتتاح واللقطة المضيئة الأولى في أحداث اللقاء من أول كرة سريعة وأول اندفاع وخطأ من حمادة طلبة يستغله باسم علي ويعمل كرة عرضية يستغلها مؤمن زكريا ويضع الهدف الأول. بص شوف الحكاية، بص شوف الرواية، يا سلام يا سلام يا سلام. مؤمن زكريا بتاع إجوال مش بتاع حاجة تاني. ادي الكورة وادي التسديدة على شمال احمد الشناوي، تسديدة لا تصد ولا ترد علشان يتقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. 1-0 من اول كورة واول هجمة سريعة بيطبقها النادي الاهلي ويترجمها مؤمن زكريا لهدف اول للنادي. هنشوفها بالفعل، ما كانش فيه التحام وعمل فيها جامب وليد سليمان، ولكن قدر ان هو يوصل للكرة قبل علي جبر. ضربة حرة مباشرة، كرة حلوة، كرة قريبة، كرة تقريبا على بعد 22 متر من مرمى احمد الشناوي، وشايف مؤمن زكريا وليد سليمان وحسام غالي مثلث اهلاوي لتنفيذ الكرة والضربة الحرة المباشرة. هل يا ترى مؤمن؟ ودي مؤمن على طول بيحط جول 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 جول. عملها مؤمن في الدقيقة 80، عملها مؤمن في الدقيقة 80 ويضع الهدف الثاني، هدف الأمان والاطمئنان، والمارد الأحمر بيفرض بسمته وسعادته في لقاء الجولة 37 وفي لقاء برج العرب. مؤمن زكريا يولد من جديد ويكتب اسمه بحروف من ألماظ في سجلات المارد الأحمر بعد ما تصدر المشهد في الدقيقة 32 وتسديد أمثل لضربة حرة مباشرة زي ما الكتاب بتقول. بص شوف مؤمن بيعمل ايه، بص شوف مؤمن بيعمل ايه. تسديدة لا تصد ولا ترد من على بعد 32 متر. يا حبيبي يا حبيبي، 2-0. هدف تاني، هدف التأكيد، هدف الأمان، هدف يضع المارد الأحمر في صدارة البطولة الخاصة والديربي الخاص.